معنا ومعكم من مهرجان الأوسكار النهارده الفنانة وخبيرة التجميل ميادة. أستاذة ميادة، عايزين نعرف عن حضرتك أكتر النهارده، وعايزين نعرف حضرتك بداياتك جت منين وابتديتي إزاي؟ عرفينا الموهبة وجت منين؟ من بدري جدا، يعني من وانا في اعدادي وانا بحب الشغل قوي، فدي جت موهبه كده من عند ربنا. بعد كده بقيت مهنيا وبدرس بقى وباخد شهادات وبنزل مهرجانات وكورسات بقى لغايه ما بقى عندي بيوتي سنتر بقى في حلوان. والله هي دي حاجة كويسة جدا. عارفة لما الواحد بيكون برضه عنده موهبة كويسة وان هو يركز عليها ويحاول ينميها، بتقدر ان هي تاخده لحاجة كويسة، لان الموهبة هي الاساس. وطبعا هنا احنا هنلاقي ان طبعا البدايات مثلا لقيناها في الرسومات وهي صغيرة، فهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. اكتشفتيها ازاي؟ يعني رسومات المانيكير بتاعت الحاجات العاديه دي، والدتي قالت لي لازم بقى ننمي ده وتتعلمي وتكبري من نفسك بقى كده بقى. واحنا عرفنا ان حضرتك في الاكلادور ما شاء الله، فطبعا لا دي دعايه اللهم صل على النبي، جميل ما شاء الله. فطبعا احنا كده اكتشفنا بقى مواهب اكتر. احنا بقى عايزين بقى نعرف بقى دلوقتي وصلنا لايه، وايه الطموحات اللي ناويين نحققها الفتره الجايه؟ قريب باذن ربنا نفتح فرع جديد، وهو بيوتي سنتر اللي عندي متكامل، تنظيف بشره كامل، تخصص فرد، تخصص علاج للشعر، كل حاجه موجوده عندي. هارد جيل، اكليريك، فيك نيلز، كل الشغل اللي يخص المراه كله موجود عندي. لا هو بصراحه حضرتك يعني وشك لوحده دعايه، فالفيس لوحده هو دعايه للمكان، وحسسنا ان المكان بصراحه مدي يعني ايحاء ان شاء الله. لا اكيد حضرتك ايدك لما تحط في حاجه هطلعها بيرفكت. المهم ان احنا فرحانين حقيقي ان حضرتك النهارده بتقرري معانا في مهرجان الاوسكار، والاوسكار مش قليل عليكي، وان شاء الله تكوني معانا دايما في مهرجانات اكتر، وتكون معانا على طول. استاذه ميادة النهارده حققت لنا حاجه كويسه، لانها اخذت من الموهبه بتاعتها كانت هي الاساس، وهي اللي شجعتها وهي اللي وصلتها، وان شاء الله تكون احسن واحسن. كانت معكم الدكتوره شيماء من مهرجان الاوسكار.